السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي إبداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ويا ريت لايك للفيديو عشان إن شاء الله يعجبك. تعالي هقولك دلوقتي هنعمل ايه بشوية أخشاب مولة القديمة بقى، الواحة خشب قديمة مرمية عندك على السطح، مرمية في أي حتة مش عارفة تعملي بيها ايه. تعالي هنعمل مع بعض مكتبة جميلة جدا. أنا رحت عند النجار وجي خدت المقاسات بتاعتي وخليته قصلي الحاجات دي بالمنشار عنده. في الجهاز قصيت دولت كده زي ما انتم شايفين، ودولت وديت الحتة اللي هتبقى الثابتة بتاعت المكتبة بتاعتي. مش هتكلفك اي حاجة خالص. النجار خد 25 ولا 30 جنيه، مش حاجة. بس قصلك مقاسات مظبوطة وعمل لك حاجة حلوة، وعمل لي الفتحة ديت كمان عشان اثبت فيها الخشبة بتاعتي. عشان وانا بدق بالمسامير تبقى ثابته وحلوه معايا. والخشب الصغير اللي انا عملته دوت عشان خاطر اثبته زي ما انت شايفه كده في قطعه الخشب اللي واقفه ديت. هوريكم دلوقتي هنشتغل ازاي، وحاجه سهله جدا و... ومش متعبه يعني. هجيب معايا هنا دي مسامير. المسامير ديت بقى انا عايزاها. المسامير التانية كانت صغيرة، لقيت لا انا عايزة المسمار الكبير دوت. المسمار دوت قد عقلتين صباع كده، كبير يعني 3 سنتي كده كبير. هبتدي ان انا ادق سهلة خالص على فكرة، مش متعبة. بس لو انت مش هتقدري ان انت تعمليهم، ممكن ان انت تستعيني باي حد من عندك في البيت، اخوكي جوزك ابنك، اي حد ممكن يساعدك في الفكرة ديت ويدق معاكي المسامير. زي ما انت شايفة كده، بصي مسمار سهل جدا، انت يا دوبك بتمسكيه كده وتدقي يروح مدقوق على طول. هنثبتها بتلات اربع مسامير كده تبقى ثابتة معايا. عندي بقى الجنب دوت انا عاملة الحتت الخشب بتاعته كلها مقاس واحد. وهخلي ما بين قطعة الخشب والخشب تقريبا يجي 30 سنتي كده. انا جيت هنا وانا بدق، انا لا لقيتني وهي نايمه كده انا مش هعرف ادق كويس، فروحت منيماها كده وابتديت ان انا ادق زي ما انت شايفه سهله جدا. واول بس ما هتدقي اول مسمار هتلاقي الدنيا معاكي بقت سهله وهتثبت معاكي وتدقي بقيه المسامير. حتى لو المسمار اتعوج منك ممكن تزقيه كده بالشاكوش زي ما انا ما عملت، وهتكملي عادي خالص، مفيش اي مشاكل. شفتي انا ثبت اول واحده وماسكه معايا وجامده خالص اهي. هبتدي بقى ان انا اثبت بقيه الخشب بتاعي، واحاول على قد ما اقدر اخلي المسافات بتاعتي يعني ايه متساويه. ممكن تاخدي المقاس كامل بالمتر او بالمتر بتاعك. وبعدين تعلمي على قد ما انت عايزه بالظبط بالقلم، وتبتدي ان انت ايه تمشي على القلم اللي انت حددتيه. بصي تثبيته سهل جدا، وزي ما قلتلك لو انتي مش هتعرفي تعملي ده لوحدك، ممكن اي حد في البيت ان هو يساعدك ويمسك وياكي ويدق. بس انا عشان التصوير ما كانش ينفع ان انا حد يعمل معايا، فبصراحة عملتها لوحدها وكانت في منتهى الجمال بصراحة. كده دقيتهم، فاضل الرابعة بقى هدقها كمان واوريكي الجنب ده بعد ما اخلص. كده بقى الجنب دوت، بصي انا عملت الاربع قطع بتوعي وثبتهم تمام. هبتدي بقى اعمل الجنب التاني كمان. ده انا عامله الجنب ده كله قطع متساويه. الجنب التاني حبيت ان هو يبقى خارج لبره كده فيبقى نازل بتدريجي. فخليت ما بين كل قطعه والتانيه تقريبا كده زي 2 سنتي فرقه ما بين كل واحده والتانيه. انا جيت هنا ما بين الخشبتين اللي انا دقيتهم في اليمة الاولانية، ما بينهم دقيت الايه الخشبة اللي في اليمة التانية بقى زي ما انت شايفة كده. بس المسمار كان معصلك بس دقيته برضو. انا بس حبيت ان هي اليمة التانية تبقى مدرجة، ما تبقاش متساوية في المقاس، يبقى تبقى كلها مثلا 30 سنتي او 35 سنتي. ليه؟ علشان خاطر تبقى بس شكلها مش نمطي، تبقى شكلها مش تقليدية، تبقى شكلها يعني ايه مختلفة شوية عن المعتاد يعني.
انا دقيت الاولانيه، وبعدين هبتدي بقى ادقهم كلهم الاربعه اللي فاضلين زي ما انت شايفه كده بالظبط ما بين كل واحده والتانيه. كده بقى انا دقيتها اهوت معاكم. بصوا شكلها جميل جدا. لو انت هتحطيها على الارض كده شكلها حلو، وهتحطي عليها حاجات. لو انت عاملاها لمكان زي ما انا عاملاها كده هحطها على الارض برضو. شكلها حلو وجميل جدا. دلوقتي انا اقدر ان انا اعملها معجون، وابتدي اصنفر وابتدي ادهن لاكيه والحاجات دي كلها. بس انا عايزه اعملها شغل اللي هو زي الاسطر، زي الاسترج اللي بيعمله، اللي هو اللون البني اللي هو تحس ان هو لون الخشب ده. فانا بدل ما اوديها عند حد ويعملها لي، لا انا جبت من عند الموان ده حاجه اسمها حصى جوز. الحصى الجوز دوت انا هجيب شويه كده ب5 جنيه، يعملوا لي غرقوا لي المكتبه دي كلها. هحط شويه في علبه عندي كده قديمه، وابتدي احط عليها اهم حاجه تبقى ميه بتغلي، يعني سخنه سخنه بتغلي، علشان تدوب معايا الحصى الجوز ده كويس قوي. لو حطيت لها ميه بارده هتلاقيها معاكي مكلكعه وما بتدوبش، وهتقعد فتره على ما تدوب معاكي. هبتدي هنا بصي تدهني، تجيبي الفرشه بقى بعد ما قلبتهم، وندهن على الخشب ونشربه كويس جدا الصبغه اللي معايا ديت. بصي هتخليها كلها لون واحد، لون اللي هو البني ده. عايزاها فاتحة بقى بتدهني طبقة واحدة كده، وبتخليها ايه الحصى الجوز اللي انت حطيتيه دوت، او اللون الصبغة اللي انت حطيتيها مش كتير. لكن لو انت عايزة تخلي الصبغة لونها غامقة، يعني بني محروق مثلا، فبتكتري من حصى الجوز دوت. هي بتبقى نسبة تقديرية كده على حسب ما انت عايزة اللون غامق ولا فاتح. لو انت عايزة اللون فاتح بتزودي المية على شوية الحصى الجوز اللي انت حطوهم. لكن لو انت عايزاه غامق بتزودي حصى الجوز دوت، البودرة اللي انت جايباها ديت، وبتخليها ايه تقيلة شوية، فبتديكي لون بني محروق. وكل ما تحطي مثلا طبقة، انت دلوقتي دهنتيها ونشفت، لو نشفت وياكي على ما بتدهني بقية الأجزاء وحاسة لأ إن لونها فاتح وعايزة تقليها، بتعملي عليها تاني بالفرشة بتاعتك، وبتقلي باللون اللي انت عاملاه دوت، وبتزودي الألوان. طبعا ندهنها بقى كلها من فوق ومن تحت، واللوح اللي عندي دي كلها هندهنها كلها. بعتذر عن صوتي عشان عندي برد، وعايزة انزل لكم الفيديو بقالي كام يوم ومش عارفة، فاعذروني بقى معلش. كده انا دهنتها اهوت وسبتها كده بقى، سبتها انا نشفت خالص. بصي معاكي ناشفه تمام خالص. طيب انا دلوقتي عايزاها بتلمع كده وشكلها حلو، وكمان اما اجي اغسلها تبقى جميله. عندي دوت ورنيش ستندر بتاع اخشاب، وده تنر. ده ورنيش ستندر ملمع اخشاب، ودوت تنر عشان نخفف بيه الورنيش اللي معايا. ده هيديكي طبقه، بحيث ان انت لو عايزه تغسلي الخشب او تلمعيه بميه او اي حاجه، ما ي... ما يبقاش معاكي فيه مشكله في اللون، وما يبوظلكيش الدنيا. وفي نفس الوقت يديكي لمعه كده في الخشب، يخليها جميله كده ومنوره وتبقى حلوه. بعد ما حطيت الورنيش الستندر اللي معايا دوت، وبعدين حطيت التنر وقلبته، وبقى بصي قوامه خفيف كده زي ما انت شايفة. هبتدي بقى ألمع معاكي الايه المكتبة بتاعتي. قربتلك كمان الكاميرا، حسيت انها بعيدة وعشان تشوفي كويس. بصي اديت لها لمعة جميلة قوي وطبقة جميلة جدا. المهم المكان اللي انت بتعملي فيه لازم يبقى فيه تهوية، يعني ما ينفعش نعمله في مكان مقفول. انا عملته في الاوضه ديت، كان فيها بلكونه، فتحت البلكونه عشان يبقى فيها تهويه، عشان ريحه بس التنر ومع الورنيش. ريحه التنر بس كانت تقيله شويه، فلازم اعملها اخلصها واسيبها تنشف. وكده بقى بعد ما نشفت معايا حطيتها على الارج زي ما انا ما بقولك. ده الارج ده كان قطعة كده صغيرة في الجنب ده، فعملت المكتبة بتاعته على قده كده شكلها جميل. وجبت بس بصراحة هنا بقى جبت حد عمل لي المسامير دي، ثبتها لي في قلب الارج من جوه،
عشان تبقى جميلة. وجيت هنا حطيت لها بقى الزهريات بقى، كتب، مصاحف، اللي انت عايزة تحطيه من غير مفارش ولا اي حاجة. وهوريها لك برضو، هي كده شكلها جميل. وكده برضو وريتها لك اهوت. تقدري ان انت تحطي لها مفارش جميلة كده وتحطي حاجتك فيها. شكلها جميل قوي، وبصراحة مش مكلفة خالص، ما كلفتنيش 100 جنيه على بعض. تخيلي دي لو انت هتروحي تشتريها من بره هتلاقيها بمبلغ وقدره. بصراحة هي ما كلفتنيش كمان ال100 جنيه. شكلها جميل قوي وعجباني جدا، ومحدش صدق ان انا عاملاها. تنسيش تقولي رأيك في الكومنتات، والسلام عليكم.